تخيل بدل ما يكرموا زيزو يعاقبوه. تخيل زيزو اللي المفروض يدرس وهو ادى درس لكل اللعيبه اللي فاتت واللي جايه. يعني ايه تبقى لعيب محترف محترم قدوه، لعيب في حمله ممنهجه للسب الجماعي. واضح في كلامي، سب جماعي ممنهج وهو ما بيردش، وهو ما بيردش السب مستمر. خلي بالك بالنظريه ما بيردش والشتيمه مستمره وبالفاظ قاسيه، بألفاظ متنوعة، والجمهور كان بيتفوت له حاجات لأن التظبيط للهتافات كانت بالقانون وأنا وأنتوا فاهمين. فالخلاصة اللعيب ده بالأعصاب الفولاذية دي دخل نهائي السوبر وكان أفضل لاعب لفرقته، هو واحد بل هو السبب الرئيسي في هذه المباراة وخد رجل المباراة. وقال لهم ولا فرق معايا، انتوا خدوا السيئات وانا هاخد البطولات. انا اعصابي حديد، انا رد عليكم مش اني ارد عليكم لان ده شغل ناس هايفه، شغل ناس تافهه ان انا ارد شتيمه بشتيمه. لا انا لاعب محترف، انا قدوه، انا محترم، هرد في الملعب واكسب بطولات ولكم الحسرات. زيزو يتكرم ويدرس على انه لاعب محترف، درس للاعيبه اللي فاتت واللاعيبه الحاليه والقادمه، لان زيزو غير.